تصلي تعملي يعني طول ما انت طالعه بقى في الخير ده كله. ومن ضمنها الحجاب، حجاب فريضه على كل مسلمه تؤمن بالله واليوم الاخر. فقالت لها بالله عليك عندك استعداد تقفي بين ايدين ربنا لو مت وانت مش محجبه دلوقتي حالا؟ قالت لها لا، بس خدي بالك مش معنى كده يا هاجر ان انا وحشه، لا انا مش وحشه، بس طبعا ما احبش طبعا ان انا ان انا القى الله من غير حجاب، ولو قابلت طبعا بحجاب اظن يبقى احسن يعني، حتى عشان البرستيج بتاعه وكده ما يبقاش ان انا ان انا اكون مش محجبه يعني، سبحان الملك. فهاجر قالت لها عمو يا حبيبتي انا مش هضايقك، انا عارف الوقت ضيق جدا ومش عايز اخنقك مني في اول جلسه، لكن توعديني يا منى ان شاء الله ان انت تيجي تزوريني في مصر اول ما نرجع احنا الاثنين. انا راجع بعد اسبوعين وانت راجع بعد قد ايه؟ لا بعد اسبوع. قالت لها خلاص نلتقي في مصر ان شاء الله، وادي عنوان وتليفون يا حبيبتي ان شاء الله تيجي تزوريني. قالت لها حاضر. وده ذكاء منها برضه ان هي لما لقت نفسها بتشد عليها قامت عملت قالت بس خلاص خف شويه عليها عشان ما تزهقش من اول قعده. المهم بالفعل الاثنين سافروا ورجعوا وكل واحده راحت بيتها، وبعد اسبوعين بالفعل لقت منى بتتصل عليها وقالت لها انا جاي لك بكره. طيب حبيبتي، خدت منى ميعاد ومش عارف في الميعاد المحدد لقت منى جايه لها بتخبط على الباب. هاجر بصت في العين السحريه لقت منى واقفه على الباب، لبست حجابها بسرعه فتحت لها الباب ودخلتها في الغرفه بتاعتها. قعدت معاها طبعا ما فيش حد داخل ولا حد خارج. قفلت الباب ليه يا هاجر؟ لا عشان ما حدش من الرجاله يشوفك. طب وايه يعني لما حد يشوفني؟ انا اصلا مش لابسه حجاب يعني كده بره بيشوفوني. قالت لا ايوه انت اللي بره بيشوفوك، لكن انا جوزي ما يشوفكيش، عشان برضو انا كمان لازم احافظ على زوجي واحافظ على يعني ديانته وعلى نظر ان هو ما يبصش حاجه حرام. ربنا يبارك فيك. قعدت تدردش معاها بقى وتحكي معاها، وطبعا ما كانش في الحجاب خالص بالمره، بدات تحكي في مواضيع ثانيه خالص عن الجنه والنار والاخره ومش عارف والكلام ده كله، وعن عملت ايه في سفريتك ويا ترى ربنا وفقك ولا لا ومش عارف وبدات تعرف اخبارها. وهم قاعدين طبعا كرم ضيافه لا تتخيلوا بقى، شويه مش عارف عصير مانجا على عصير جوافه على مش عارف على حاجه حلوه على شاي على ده، قاعده تكرم يعني ضيافتها فوق الوصف. فحتى منى استغربت، لا انا عمري ما دخلت عند حد بيعمل معايا العمل اللي بتعملها دي، ليه كده يا هاجر يعني انت عارفه نفسك كده؟ قالت لا حبيبتي ابدا، يعني ده اكرام الضيف من الايمان بالله واليوم الاخر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فده من الايمان بالله واليوم الاخر. فانا بعمل حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. المهم شويتين وهم قاعدين مع بعض عاملين طبعا بيتكلموا في مواضيع كتيره جدا، فبداوا يتكلموا في موضوع الحجاب مره ثانيه. هاجر بتقول لها فاكره يا منى الموضوع اللي فتحته معاكي واحنا في الطياره؟ قالت لها فاكرها، بس طب ما بلاش الموضوع ده يا هاجر، ما تيجي نتكلم في اي حاجه ثانيه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك. ازيك استاذ هاني؟ ربنا يبارك فيك، الحمد لله على السلامه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. فمعلش ده بس استاذ هاني ده النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيك يا رب. فسبحان الملك. فقلت لها طب ما نتكلم في اي حاجه ثانيه، هو لازم يعني الموضوع ما فيش غير الموضوع ده يعني كله حجاب حجاب حجاب، نتكلم في اي حاجه ثانيه. قالت لها بسم الله عليكي انا مش هتكلم غير في الموضوع ده بس لسبب، انا مش عشان عايز ازهقك ابدا والله العظيم، انا عشان بحبك ونفسي باي طريقه ان ربنا يجمعني بيك. ولا انت مش عايزه بقى تبقى معايا في الجنه وان احنا الاثنين نبقى مع بعض في الجنه؟ هو ده الاسلوب يا بنات، يعني ده الاسلوب. انا بخاطب كل اخت عايزه تدعو واحده لانها تلبس حجاب، ما ينفعش تشد عليها، ما ينفعش تقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، ما ينفعش تقول لها لو مت كده هتخش النار. والدليل على ذلك صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر النار نساء كاسيات طب ما كلنا حافظين النص، ده منطق النص، عايزين نناقش الناس من خلال حتى مفهوم النص. يعني لما النبي يقول اللي متبرجه ممكن تخش النار، طب يبقى المحجبه ممكن تخش الجنه، صح ولا لا؟ معنى الحديث كده. فعشان كده يا جماعه بنقول محتاجين فقه النفس في التعامل. النهارده انت عارف، انتوا عارفين يقينا ان المراه عاطفيه وتحب الكلمه الحنينه، ما تحبش الكلمه الشديده. وانا بنادي كل الناس دعاة واخوات وكل الطوائف ان احنا لما نيجي نناقش واحده مش لابسه حجاب نناقشها برحمه وبلين. ليه؟ لان هي في النهايه مريضه. اي انسان يا جماعه بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى ده انسان مريض مشفق عليه. مش بقى نقول بقى يعني لا دي انسانه عناديه، دي انسانه مش عارف ده هذا من السفور والفجور، هذا من كذا، دي هتخش جهنم، دي هتتشوي، دي اول واحده هتتحدف على الكلام ده. يا جماعه مش عايزين نسمعه في مجتمعاتنا الاسلاميه. عايزين نعرف الناس فعلا ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف. عايزين نعرف الناس ان الاسلام انتشر بالخلق والمعامله واللين والرحمه، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وده مين؟ ده ارحم الخلق الذي قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم بابي هو وامي، صلى الله عليه واله وسلم. المهم هاجر بقى ابتدى بقى في في مناقشه منى في الشبهات. تعالوا بقى نشوف الشبهات اللي قالتها منى. زي اي واحده متبرجه لما تيجي تناقشها
عندها ما شاء الله محضرين لسته في الدرج وبيحفظوا بعض على فكره. تقول لها لو حد سالك لابسه مش لابسه الحجاب دي قولي لها عشان كذا، هتقول لي كذا قولي لها عشان كذا، يعني المهم ظبطوا المساله واحفظي، وبيذاكروا مع بعض يعني ربنا يبارك يا رب. فالمهم فهنسير بقى الشبهات اللي اثرتها منى، ونشوف هاجر بقى الذكيه ما شاء الله الداعيه بجد ازاي ردت عليها. تعالوا نشوف الشبهات ديت والرد عليها. اسمع ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هاجر بتقول لها يا منى بالله عليك يا حبيبتي، يا ترى ايه السبب الحقيقي بجد اللي خلاك لحد النهارده ما لبستيش حجاب؟ فرحت منى قالت لها بصراحه وانا بكلمك يعني وهفتح لك قلبي، انا بصراحه بحب اشوف نفسي حلوه، واحب ان الناس كلها تبقى شايفاني حلوه. يعني اديك مثال بسيط خالص يا هاجر واوعي تزعلي مني، انا لما بمشي في الشارع وما احسش ان الشباب بيبصوا لي وانا ببقى واخده بالي بس عامل نفسي مش واخده بالي، تمام؟ يعني طبعا الحد يقول لها الحمد لله اتفقست يعني. المهم يعني بقى ايه؟ تقول لا انا ببقى واخده بالي بس عامله نفسي مش واخده بالي. انما لما اكون ماشيه واحس ان عيون الشباب كده بتاكلني وعمالين يبصوا لي من هنا ومن هنا ومعجبين بيا جدا، انا ببقى ماشيه ايه؟ فخوره واقول يا ارض تهدم عليك قدي. ولو مشيت في يوم من الايام وحسيت ان الكل بيتجاهلني، محدش عايز يبص لي ولا حد عايز يعاكسني، انا على طول برجع البيت واقعد ابص في المرايه في ايه، وانا في حاجه غلط، وانا شكلي وش اصفر، يمكن عينيا ملخبطه ولا حاجه، يمكن التسريحه مش مظبوطه، انا في ايه غلط فيه؟ هم مش بيبصوا لي ليه؟ سبحان الله. طبعا هاجر قالت لها خدي بالك يا حبيبتي، انا عايز اقول لك حاجتين. لو حبيتي في يوم من الايام تروحي تشتري ورده، يا ترى هتروحي تشتريها من واحد عامل الورد كده في فاترين ورشش الورد ميه كده، والورد شكله ما شاء الله جميل وريحته حلوه ومحدش لمسه قبل منك، فهتاخدي الورده دي تشمها انت اول واحده تشمها، ولا تشتري ورده مرميه في الشارع و50,000 واحد شموها؟ قالت لها لا طبعا هشتري ورده محدش شمها غير انا، عشان اكون اول شمام، اول من يشمها اول واحده تشمها يعني، تمام؟ ادي حاجه. قالت لها طيب ولو عندك لؤلؤه غاليه، هتمشي تحطها في طبق كده وتمشي تقولي للناس اللي بيشتري يتفرج، ولا هتخبيها في البيت، او يمكن تروح تحطيها في خزينه في البنك، او تروح مش عارف تعملي لها خزنه مخصوص في البيت عندك، او تخبيها تحت الارض؟ طبعا هخبيها طبعا. قالت لها هي كده، انت جوهره، انت اغلى جوهره عندنا في الدنيا، عشان كده عايزين نحافظ على الجوهره ديت. هتقول لا بس الحجاب اصلا شكله مش، معلش يا حبيبتي، ما هو الراجل اللي بينزل يشتري يجيب القالق من الاصطاده من تحت في الخليج وفي الحتت ديت، لما بينزل بيلاقي اللؤلؤه ديت موجوده في ايه؟ في محار، المحاره ديت شكلها وحش مش حلو، بس بتحفظ لؤلؤه غاليه بالملايين. واضح يا حبيبتي؟ فالمهم قعدت تكلمها وتوضح لها لحد ما يعني بدايه ابتدت تقتنع بالفكره، انا لؤلؤه وجوهره ولازم اتدارى، وانا ورده ما ينفعش حد يشمني الا زوجي، ما ينفعش حد يتفرج عليا، معنى كلمه يشمني يتفرج عليا، ما ينفعش الدنيا كلها تتفرج، ما ينفعش اكون يعني انا السلعه اللي معروضه للناس كلها والناس عماله تتفرج عليها كده ببلاش، لا. ولذلك سبحان الله تجد الشباب حتى، وده يعني بحكم قرب جدا من الشباب الحمد لله، واسالهم حاجه كتير، شباب لو حبيت تتجوز مين؟ يقول انا بدايه احب اقول لك ان انا لما احب امشي ما امشيش مع المحجبه، امشي مع المتبرجه، انما لما عاوز اتجوز خلي المتبرجه ده على جنب بقى، ومتشكرين قوي وكانت ايام جميله وحلوه واتمنى ان احنا ننساها وكده ونشيلها من الذاكره، ويروح يتجوز واحده محجبه. سبحان الله، حتى لو كان هو مش بيصلي. تخيلوا بقى، يعني انا اعرف شباب ما بيصلوش كان لما يجي يتجوز يقول انا عايز واحده محجبه. طب يا عم الحاج انت ما بتصليش اصلا، يقول لا ما انا هي ان شاء الله بقى اتجوزها عشان هي تهديني. طب ما تتظبط انت الاول عشان هي كمان تبقى متظبطه، ومن اراد فاطمه فلا بد ان يكون عليا، يعني على قدر ايمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقك بزوجه صالحه. فالمهم فسبحان الله يقول لك انا لما عاوز اتجوز ما اتجوزش غير محجبه. فهي قالت لها انت لو جوهره لازم تداري، فهي حست بقيمتها بقى، بدات تحس بالقيمه بتاعتها. طيب فمنى اثرت شبهه ثانيه، قالت لها بصراحه انا يعني انا مش محجبه بس انا مش مقتنعه ان انا بعمل حاجه غلط. فهاجر قالت لها منى حبيبتي اوعى تقولي كده، لان مفيش انسان في الدنيا ما بيغلطش، ومش عيب الانسان يغلط، لكن العيب والمشكله الكبيره ان الانسان يغلط ويتمادى في الغلط بتاعه. حتى يعني سبحان الله انا عايزاكي قبل ما تفكري حتى في الحجاب فكري في نعم ربنا عليك. وانا بقول الكلام ده انا بقول لكل اخت بالله عليكي فعلا فكري في كل نعم عليك، نعم ربنا قد ايه عليكي. اقعدي كده عدي، والله العظيم لو قعدت من النهارده من ليلاتي لحد يوم القيامه تعدي نعم ربنا عليكي انت شخصيا مش هتعرفي، لان ربنا قال كده وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اصل النعم، اصل مش واخدين بالكم،
اصل احنا هتقولوا لي يعني هو انا كل قد ايه على بعض؟ ده انا كل على بعض كده 1.5 متر في 50 سم. يعني لو قعدت اعد النعم اللي فيا حته حته وقطر الدم هتتعد. اقول لك لا، النعم اللي انت عايشاها مش هي النعم اللي فيك بس. النعم اللي في الكون ده كله نعم. كون ان لنا اله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دي اعظم واجل نعمه. لان تخيل حضرتك كده لو كان الكون ده فيه مثلا 3 4 الهه، اله بيقول لك صلي، واله تاني بيقول لا ما تصليش، والاله الثالث بيقول لك اتحجبي، والرابع بيقول اوعي على الله تلبسي حجاب، كانت هتبقى مصيبه. هتنفذ امر مين؟ هتنفذ الامر ده الثاني هيعذبك.